بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي فيديو جديد، وقبل أي حاجة حط لي لو سمحت لايك وشير واشترك في القناة بعد إذنك لو سمحت، وإن شاء الله يكون صباح خير للجميع. من امبارح واليوتيوب مولع بسبب موضوع ياسمين. انا كنت عملت فيديو امبارح علشان ما اتكلم مع ياسمين اوضح لها وجهة نظر ياسمين. احنا زعلانين عشان الانهيار اللي انت فيه والتعب اللي انت فيه، بس كده الوضع هيبقى يعني كل مدى هيزداد سوء، لان الناس عمالة تتكلم تتكلم تتكلم. لازم يحصل حاجة بحيث تخلي الناس دي تسكت. كفاية بقى ايه اي استفزاز، علشان دلوقتي اليوتيوب منقسم قسمين، قسم معاكي وقسم مع ضني. قسم بيقول ياسمين هي السبب في اللي حصل ده كله، من الاول نكشت مع ضني ومع امه وكانت بتلقح عليهم بالكلام، فطبيعي ان الام كل فترة برضو بتردها لها، وكتير قوي بيبقوا ساكتين بس بيضطروا ان هم يردوا. يعني ياسمين انت بتتصرفي في حاجات اكيد انت مش بتفكري فيها. يعني انا مش عارفه اذا كنت انت بتحبي داني ولسه عايزه ترجعي له، وهو بيحبك ولسه عايز يرجع لك، ولا انتوا وصلتوا من كتر الحب كل بعض بقيتوا بتكرهوا بعض، لان اللي بيحصل ده حاجه مش طبيعيه. امبارح جه فيديو بتاع صدفه، بصراحة ما عجبنيش خالص خالص، ما حسيتش كده ان هي يعني مهتمية. كل كلامها كان وايه يعني، بتزعل لها شوية، تتضايق لها شوية، يومين وهيعدوا، عايز الولد اقوم المله الشنط، مش عارف ايه. انتي مش واخدة بالك يا صدفة إن المقصود الكبير في المشاكل دي كلها هو انتي مش اختك خالص؟ اختك غلبانة هيلا كانت بتعمل شوية فيديوهات تاخد عليها فلوس وخلاص. لكن برضو يا صدفة واضح انك انتي بتنصحي بتعملي حاجة زي كده. المواضيع مش هتتحل يا جماعة بالدعوات وتدعوا على بعض وانت تدعي عليهم وهم يدعوا عليكوا الكلام ده كله. آه، لما اتنين بيتطلقوا، انا يعني عجبني امبارح قوي الفيديو اللي نزلته سعاد وقالت فيه انا متطلقه انا وابو البنات، لكن انا لو طلبته في اي وقت هيجي ويشوفني عايزه ايه وينقذنا ويعمل لنا اي حاجه عايزينها. بتخلي الولاد يروحوا. انت كنت على طول الوقت مستفزه مستفزه ضانيا ياسمين. تفتكري انت لو وقعتي في اي مشكله ضني هيقف جنبك؟ في المشكله اللي انت فيها ممكن ضني يطلع بمنتهى الشجاعه ويقول محدش يتكلم على ياسمين. ممكن بمنتهى الشجاعه يقول طب انا بقى راجع لمراتي ومراتي دي مفيش احلى منها. انتوا لبختوا في بعض جامد، بس الكفه الاكتر من ناحيتك يا ياسمين. برضو مامتك قامت وشتمت، واللي يخلي ولاية يوصلوا لكده، واللي يخلوا مش عارفة ايه. يا جماعة يا جماعة، ما هو انتوا عم ايه بتخزنوا من عندكم وهم بيخزنوا من عندهم؟ ايه اللي هم عملوه خلاكوا عملتوا كده؟ الولد واخد مامته يتفسحوا، ايه الزوم بقى ايه فلوس بلجيكا وبلجيكا ظهرت بترجعوا تاني للقديم ليه؟ الولد طالما ان انتوا ما بتدخلوش معاه في حوارات ما بيدخلش معاكوا في حوارات، وليه مانعين ابنه عنه؟ طب ما هو هيجي في يوم من الايام هياخد ابنه، لما ياخده تبقى ياسمين متشحتفة عشان تشوف الولد ما يرضاش. وبعدين سليم واضح ان هو هيطلع مش سهل، عيل عنده شخصية وعنده مش هتقدري عليه لوحدك يا ياسمين. ليه التفرقة اللي حصلت بينك وبين ضني؟ وليه ما يبقاش الفراق بينكم بأدب وبأخلاق والكلام ده كله؟ ثقوا ان الناس هيلموا مشاهدات على حسكوا كتير.
يقعدوا يعملوا مواضيع ويعملوا حوارات ويعملوا حاجات. فكرتوني بساعة برضو مشكلتكم الأولانية لغاية ما اتطلقتوا والكلام ده، وما صدقنا ان انتوا هديتوا شوية. لكن انت ايه، على طول دماغك شغالة معاهم، مع الرغم ان الطرف التاني ناسها كل حاجة وبيفكر في جوازة جديدة وحياة جديدة والكلام ده كله. خلي بالك يا ياسمين، الراجل ما بيعيبوش حاجة. كل العيب بيبقى للست. الست لو اي غلطة بتخدش حيائها وبتعمل. ارتاحي لك يا بنتي كام يوم، ولو محتاجة انك تاخدي بعضك وتاخدي ابنك وتروحي يومين في اي مكان تصيفي فيه، تقعدي فيه على البحر، تستجمي فيه، ابعدي عن اي حد وفكري مع نفسك وانتي في حضنك ابنك، وهو انتي في حضنه وهو في حضنك. وما تتفرجيش خالص على اليوتيوب ولا غيره، علشان مفيش اي حوارات تيجي تضايقك. وفكري بعقل وشوفي توصلي لايه. انا رأيي ان احسن حاجة ان يبقى فيه بقى هدنة بينكم. وانا يعني صدفة بحترمها كواحدة مكافحة وي وي وي، بس انا ما بيعجبنيش افكارها يا ياسمين. خلي افكارك طالعة من دماغك، شوفي ايه الصالح بالنسبة لك واعمليه. فكري في نفسك كويس. في الاول وفي الاخر صدفة معاها جوزها ومعاها بنتها ومعاها شغلها. انت ياسمين معاكي ربنا بس ونعم بالله وابنك. ففكري كويس وحاولي. لو انت يا بنتي غلطانة في حق ضني ومامته، ان شاء الله رسالة بسيطة: انا بعتذر، مش اكتر من كده. وكذلك برضو اكيد ضني هيقرا هيشوف الفيديو بتاعي، وانا هعمل له فيديو كمان. برضو يا ضني ابعت لها قول لها انا بعتذر، حتى لو انت مش غلطان كتير او مش حاسس انك غلطان. لان الطبيعي ان كل واحد بيبقى حاسس ان انا مش غلطان، انت هو اللي غلطان. خلاص يا سيدي، لا انت غلطان ولا هو غلطان، بس عشان تقطع ألسنة الناس اللي هتفضل تقطع في فروتكم الى ما لا نهاية. وسيبك من حكاية فيديوهات وصور والكلام الفاضي ده، لان خلاص هي اتهرشت، فما فيش حد هيعمل حاجة زي دي. وانزلي وحاولي تقضي لك يومين في اي مكان. انت واضح ان انت مضغوطة، وواضح ان انت تعبانة، وواضح ان انت لما بتضحكي مش من ورا، يعني من ورا قلبك. وفكري في مستقبل ابنك، وخلي بالك ان انت يوم ما هتروحي تقدمي له في الحضانة هيبقوا عايزين يقابلوا ابوه زي ما بيقابلوكي. هتعملي ايه ساعتها؟ لازم الباب يبقى موارب بينكم، مفيش عيشة وعيش وملح بينكم، لان انتوا عكيتوا الدنيا جامد. يبقى على الاقل في احترام علشان خاطر الولد. واول خطوة انت تعمليها انك حتى لو ما اعتذرتيش، سيبيه يشوف ابنه يومين في الاسبوع وبيتيه، وابدأي انت بالخطوة الجميلة دي يا ياسمين. وربنا يا بنتي يوفقك ويوفقه، وإن شاء الله يبقى خير لصالح الولد اللذيذ ده، اللي هو يبقى له مستقبل حلو بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش لو سمحتوا شير ولايك واشتراك في القناة. اشتراك في القناة أرجوكم لو سمحتوا. والسلام عليكم.